انا جايبكم النهارده عشان ابلغكم ان انا قررت ادخل الحرب، وفي الحرب كل واحد بيبقى ليه دور. خدامينك يا نوح بيه. اتكلم عن نفسك. انا مش خدامة حد، انا بعرف الاول ادي ايه وهاخد ايه. الفترة اللي جاية كل واحد هيبقى مطلوب منه حاجات يعملها بعينها من غير اي اجتهاد او تشغيل دماغ. وانا بقى هكسب ايه؟ هنا محدش بيكسب، انا اللي بكسب وانا اللي بوزع المكسب. كل واحد فيكم بيقوم من النوم الصبح بيحمد ربنا ان انا سايبه لسه عايش. والشغل يا نوح بيه؟ انت بتشتغل مع حد غيري؟ لا. خلاص، يبقى لما يبقى في شغل هبلغك او هكلف حد انه يبلغك. مفهوم؟ مفهوم. 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 اخبار التجار الصغيرين ايه؟ كله تمام، وهتشوف العملية الجديدة. بمناسبة العملية الجديدة، اخبار المواعيد ايه؟ رجالتنا بيدرسوا تأمين الطريق. أول ما نكون جاهزين هنبلغ المدام ونحدد ميعاد التسليم. العقدين اللي القناة مضيتهم دول عشان خاطر العملية دي حصتك فيهم هتبقى كبيرة، لازم تتغطى. ما تقلقش، انا بقيت فاهمة الموضوع كويس قوي. نوح ما بيقلقش، وانت كده كده لازم تاخدي بالك انك لو وقعتي هتقعي لوحدك. مفيش وقوع ان شاء الله. على فكرة انا ماشية على الخط اللي انت رسمته لي بالظبط. نورته. استني يا ليلى، عايزك. عايز تسأل على حاجة تاني؟ لسه ما قلتليش اخترتي ايه؟ بين ايه وايه؟ بين اني اقتلك ولا اتجوزك؟ اقتلني يا نوح. ما تخافش، ما تقلقش. ها، انا مش خايف، بس انا مش متعود على الجو ده. انا بقى متعود على الجو ده. معلش ازعجناكم. يا عم انت مين وعاوز ايه؟ وبعدين انجز بقى عشان احنا ما عندناش وقت نضيعه في جو الافلام اللي انت عامله ده. بالراحه علينا يا عز باشا، هو ده الحضن اللي المفروض تقابل بيها اخوك؟ اخويا؟ ايوه اخوكم رضوان. انا مش مقتنع باللي انت بتقوله ده، وعايز اعمل تحليل دي ان ايه. اهدي يا ناس ودي. عموما المعمل هنا ممكن يعمل لك اللي انت عايزاه. احنا عدنا التحاليل تاني وانا اشرفت عليها بنفسي وطلعت النتيجه زي ما هي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احتمال كبير في حاجه انت ما تعرفيهاش. حاجه زي ايه؟ ما تقوليش كده. انا بنته، بقول لك بنته الوحيده. العلم اللي بيقول يا نسا مش انا. واللي اتعلمته ان الفصيلتين دول استحاله يجتمعوا. انا اسف. تقدري تتاكدي بالطريقه اللي انت عايزاها. ايوه اخوكم. ايه مش قد المقام؟ يمكن لو كان سليم باشا عمك ما قتلش امي وابويا وشردني من وانا عيل في الشوارع، كنت بقيت حليوه زيك كده. يعني انت عايز تقول ان انت اخونا من امنا؟ اسم الله عليك. رضوان واد غاده اللي سليم قتلها بعد ما قتل ابويا. اديك انت قلتها، سليم قتلها، احنا ذنبنا ايه بقى؟ طب بما اننا بقى طلعنا اخوات، مفيش كوبايه شاي كده علينا؟ ده انت نشفت دمنا. وبعدين يا اخي، دي داخله تخش بيها على اخواتك، ما ينفعش. هو ده الوش اللي هتشوفوه مني لحد ما اعرف انتم معايا ولا عليا. يا عم هو مش قال سليم اللي قتل ابوه؟ انا اتخنقت. احنا مالنا احنا في الموضوع ده؟ ذنبنا ايه؟ مالكمش ذنب، بس ممكن يبقى ليكم لو قررتوا تكملوا في حضن العطارين، عشان انا ناوي اخلص عليهم كلهم قصاد رقبة ابويا. كلهم ايه؟ هتموت كل الناس دي عشان خاطر واحد؟ هم ذنبهم ايه اصلا؟ ذنبهم من ذنب ابويا. انا كمان ما كان ليش ذنب. طب ما بالراحه على نفسك بقى يا اخويا رضوان. انا مقدر قهرتك على ابوك وامك، معاك حق.
بس خلي بالك، انت داخل على عطارين. عطارين. زين قوي. طيب عشان ابقى عملت اللي عليا من ناحيتكم وريحت ضميري، انا عاوز منكم كلمه واحده. انتم معايا ولا معاهم؟ ولا كلمه ولا كلمتين، انا اصلا ما اعرفش انت مين. ربنا يوفقك، بس انا مش معاك، انا مع ربنا. نفسي يبقى ليا اخواتي يوقفوا في ظهري، بس انتوا دلوك ولاد العطارين، يعني منهم، وكل واحد حر. بس لو حد جاب سيره باللي حصل يبقى عجل بموته. انا عملت اللي عليا من ناحيتكم وسالتكم وريحت ضميري. اللي قبلك كان راجل وابن اصول وامين، كنت بسيب له المعرض بالاسبوع وانا عارف ان في ظهري راجل. اخرتها فداني بحياته. الله يرحمه. هما دايما الجدعان اللي بيروحوا في الاول. وانا من كلام حسن وعمار عنك عارف انك مننا وشبهنا، بس انا في حاجه واحده عايز اعرفها منك عشان ارتاح. امورنا يا كبير. ايه اللي خلاك ترمي اخواتك والدار وتروح ترمي نفسك في حضن موسى الجلاد؟ وايه اللي رجعك تاني؟ انا هتكلم معاك بصراحه يا كبير. مش عايز منك اكتر من كده. انا لما رجعت الدار بعد مأمورية المخازن لقيت كل حاجه اتغيرت من بعد زنبيل ما مات. مخبيش عليك، ما لقيتش العطارين اللي كنت سايبهم. ضعفت بعد ما كنت نسيت يعني ايه كلمه ضعف. والصراحه كده ما كانش عندي امل ان العطارين هتقوم لهم قومه تاني. فلما موسى رجع اخترت تلعب مع الكسبان؟ لا، على اقوى. شغلانتنا دي من اول التامين لحد الاستلام والتسليم، ما كنتش قوي هتخسر يعني هتخسر، وانا كنت عاوز اكمل في الشغلانه، ما اعرفش غيرها الشغلانه دي. وايه اللي رجعك تاني؟ ان الموضوع مع موسى ما بقاش موضوع شغل، بقى مركز مع العطارين بس. وما انكرش انها ما كانتش فارقه معاه في الاول، خصوصا وانا شايف العطارين هم اللي مفرقين نفسهم. وما تاخذنيش يعني، انا مش هخاف عليكم اكتر منكم، بس لما لقيت ولاد العطار بيلموا نفسهم من تاني قلت ده مكاني الطبيعي، وربنا هداني وغلبت شيطاني. وانت شيطانك ممكن يغلبك تاني؟ عاوز الصراحه؟ يا ريت. لو العطارين اتفرقوا تاني انا هاكل عيش في حته تانيه. تعجبنا يا نصار. أوضة مرش في المعرض زي ما هي، متوضبة سوبر لوكس وحمام سخن وساعة، حاجة كده آخر روقان. هتقعد فيها كام يوم لحد ما أشوف لك حتة تانية تقعد فيها. تسلم يا كبير، تأمرني بأي حاجة؟ بعد إذنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاش من شافك عم مهدي. ربنا يخليك يا حبيبي. اتفضل ارتاح. يزيد فضلك يا يحيى بيه. معلش بقى زي ما بيقولوا يعني للضرورة أحكام. خير يا راجل يا طيب. إن شاء الله خير يا يحيى بيه. قبل سعادتك ما تيجي يعني وتشتغل مع زين بيه الله يرحمه، كان في عملية تصفية حسابات ما بين والدك وما بين تاجر اسمه متولي. ده اللي كان ماسك شغل التجار الصغيرين، ولما مات انا جيت مسكت مكانه. زين بيه الله يرحمه بعد موت شريف العطار عمك اخذ طاره من متولي في نفس الليله، وقتل العيله كلها ما عدا شخص واحد بس. الشخص ده بقى يبقى البنت الصغيره اللي اخدها معاها القصر زكريا بيه الله يرحمه. عاليه. بالظبط كده. النهارده بقى عدى عليا واحد وقال لي انه عارفني وعارف علاقتي بعيله العطارين، وقال لي انه يبقى خال عاليه وانه عاوزها. سالت عنه؟ طبعا يا حبيبي، وعشان كده جيت لك. طيب وانت معاك سكته ولا لسه هنفكر عم مهدي؟ ما تقلقش يا يحيى بيه، انا في ايدي كل المفاتيح. كدابه، انت كدابه.
والله العظيم ابدا يا ست سلمى. والله العظيم ما بكدب عليكي، علي طلبني ومن ساعتها ولا اعرف عنه اي حاجه ولا شفته، وسالي الست عايشه. البت دي بتكذب. قولي الحقيقه، انت عايشه؟ لا يا سلمى، يشهد علينا ربنا، مفيش اي حاجه بينها وبين علي دلوك، وهي تحت عيني عارفه عنها كل حاجه. ما هي يمكن بتكذب عليك انت كمان. حتى لو كدبت عليكي وعليها مش هكدب على نفسي. علي بيحبك انت يا ست سلمى، ولا عمره حبني ولا عمره شافني. كان بيملى بيا وقت حياته كده وغربته وبس. كان بيبقى معايا وبيفكر فيك انت، كان بيبقى معايا وبيحلم بيكي ومستنيك انت. ارجعي بيتك يا ست سلمى، وارجعي لجوزك. من ناحيتي لا، طمني خالص، انا واحده غلبانه مملاش عن حد، مش ارمي جدتي على واحد لا عمره حبني ولا عمره شافني. الكهن والسهواكه دول مش هياكلوا معايا. اوعي تفتكري انك صعبتي عليا او حتى صدقتك. اللي عايزه تبعد عن راجل يا حبيبتي ما بتروحش تعيش وسط اهله وتفضل تتمسكن لحد ما تتمكن. ما تستهدي بالله يا سلمى، كلنا ولاية زي بعض، واستني لما نشوف علي هيقول ايه. انا ماشيه، وما كانش العشم والله عيشه قعدتي في بيتك واحده زي دي تخرب عليا وعلى ابن خالك. استني يا سلمى، مفيش حاجه. يوه والله العظيم ما كنت عايزه اخرب عليها، والله العظيم ما فتحت بوجي ولا قلت اي حاجه. انا السبب في كل اللي حصل، انا السبب. وجعتني في الكلام، الله يجازيها الله يجازيها. انت عارف انت عملت ايه؟ ايه عملت ايه؟ عملت اللي المفروض يتعمل. انت مال حضرتك متضايقه ليه؟ انت فهمتني ان انت ناوي على خير، وفي الاخر لبست الدنيا كلها ببعضها. نوح اللي كان ناوي على الغدر من الاول، واللي يجي على العطارين كان لازم يفهم ان العطارين عضمه ناشفه قوي. بس كان لازم تفهمني برضه. وانا لو فهمتك يا مدام كان زمان الله يرحمني. وتفتكر بقى كده اتحلت؟ تتحل ولا تتعقد، تجاره ولا بضاعه، كل ده بالنسبه لي كلام مش مهم. انا جيت عشان السوق كله يعرف ان العطارين جدرهم ممدوده لسبع ارض وما بيخلصوش. انا ممكن ادبر لك مقابله مع نوح واقعد اتكلم معاه واخليكوا تحلوا الموضوع بشكل ودي. متشكرين يا مدام، انا عارف ادبر اموري كويس ازاي. بروفوار. هي سلمى ما جاتش؟ لا ما جاتش. هي سلمى فين اصلا؟ ما خبرش، قالت رايحه تشتري حاجات وهتعدي على الكوافير، وبكلمها تليفونها مقفول. خلاص يبقى هي عند الكوافير وتليفونها مقفول طول اليوم. ما تهدى شويه يا علي، في ايه؟ انا هكلمها دلوقتي اشوفها هي فين. اهي سلمى جت اهي. سلمى كنت فين وقافله تليفونك ليه؟ ما تزعقش. كنت فين وقافله؟ ما تعليش صوتك. سلمى اهدي، جوزك كان قلقان عليكي جدا. اللي خايف عليا ده كان بيخدعني، كان مفهمني اللي هو مطلق حياه وهي في بطنها بيبي منه. اسمعيني بس يا سلمى، والله ما تحلفش، كفايه كده كفايه. طلقني يا علي. الله صحيح الحته دي عامله كام فدان؟ انا يلزمني حاجه عندكم. عندنا فين لا مؤاخذه؟ وكمان انت تعرفني منين؟ عندكم فين؟ عند عمك سليم العطار. اعرفك منين؟ انا مفيش حد ما اعرفوش من ساعه ما بيتولد لغايه ما بيموت. بس انا مش حرامي. الحاجه دي تمنها غالي قوي عندي، لما تجيبها هتاخد 1,000,000 جنيه.
الحاجه دي بقى يا فين؟ ما هديك المليون جنيه ليه؟ صح، معاك حق، بس انا بالنسبه لي المليون جنيه دي شكليات. المهم عندي في حد هيتأذي؟ انت مالك؟ لا، مليون ونص يعني. لو الحكايه ورق فلوس داخله خارجه ماشي، انما قتل ودم اليتيم عمره ما بيعمل كده. اليتيم هياخد 2 مليون جنيه. موافق، نقرا الفاتحه.